كل يوم زعيق وخناق بين أمها وأبوها. بتحاول هدى تفهم إيه اللي بيحصل ومش قادرة. كانت طفلة حساسة بتخاف من الصوت العالي أكتر من الضلمة. مرت السنين وكبرت هدى وقلبها دق لأول مرة لما زميلها قال لها إنه عايز يتجوزها. ساعتها حست بخوف كبير، مش من الشخص، من الفكرة نفسها. كانت تايهة وخايفة. كل صورة في عقلها كانت مشهد خناق، أو باب بيتقفل بصوت عالي، أو كلمة بكرهك. صدى الذكريات القديمة كان بيطاردها، معرفتش تهرب منه. قررت بسرعة تنهي قصتهم وقالت له أنا مش هكمل. في بنات كتير رفضوا الحب والجواز، مش لأنهم مش عايزين يحبوا، لكن لأنهم شافوا الحب بيتكسر قدام عينيهم، وفضل الخوف ساكن جواهم من غير ما يحسوا.